اللي ما يتمش العمل به. وفي الاجتماع ديال الاثنين كيكون التجميد، يعني هذا النظام الاساسي في هذه الفتره هذه لا بد من هذه الاطر التعليم. نزيد نعرفوا الحياه الشخصيه، انا ولد اسره التعليم اصلا ديال تم التحسين ديال المدخول ديالهم، ديال التحسين الرفع. واش حنايا واش هذا الشيء هذا كيساوي على هذا اللفظ 7 شحال ديال الكلام 7 مليون ولا شحال اللي كاين 7 مليون اللي في الزنقه على التحسين ولا الرفع؟ فقد المسؤوليه. ما يمكنش نخصصوا هذا الشيء هذا على واحد المفرد. الشباب ديالنا كيمشي لواحد الطريق اللي ماشي ديالنا، وكيقولوا باللي غادي نجيو وغنجلسوا في 15 الاخر باش نلقاو حل توافقي. بغض النظر حسني حتى واش كنظنوا بلي كاين شي واحد في التسيير باغي يتكفس على الثاني، وما يمكنش نكونوا عاود نشوفوا مغالطات هذا الحاجه. جات الحكومه خدات القرار، دات مجلس حكومي وخرجت مرسوم وقع فيه الاضراب. هذا هو شنو هو الاضراب المخزن؟ هو كتبني ولا واحد الفئه ما متفقاش على هذا الشيء، الحكومه سمعات وقعت كاين واحد الخطر على الوليدات، جات قالت كنجمد، رجعت في القرار اللي داروا المجلس الحكومي قالت كنجمدوا ما غنعملش به، وقالوها رسميا باش نفتحوا واحد الحوار باش نعاودوا نقدروا نلقاو واحد الحل توافقي. واش هذا الشيء هذا ماشي كافي باش الناس ترجع باش وليداتنا يقراو؟ والشارع ما غنبيعوش ما غنصدروش. لا 15 يناير الشارع هو مازال كاين، اللي بغى يخرج اللي بغى يدير اضراب ممنوع به حد. دابا تعطات فرصه باش نهدئوا وليداتنا ما يضيعوش. واش حنا غنتسناو حتى 15 يناير غنشوفوا واش غندخلوا ولا ما ندخلوش؟ راه اصلا في شتنبير ما كانش هذا النظام الاساسي. دابا رجعنا للحاله ديال شتنبير فيها واحد القضيه زايده، ان هذه الحكومه اللي ما كانش في شتنبير، هادشي اللي كنقول ما كانش في شتنبير، ما كانش انها كتلتزم الحكومه تزيد في هذا الشيء ديال الاصالات ديال الموظفين وموظفات التعليم. دابا كاين التزام ومحدود في الزمان، والنظام الاساسي سمعت ليه. هادشي اللي بغاوه الاساتذه وبغاوه الاطر معروف، نهار يخرج وما مطبقينش عليه كاين طرق اخرى باش يعبروا على الرفض ديالهم. هو الاساس ان هذا الشيء هذا غندوز لواحد الوضعيه احسن. بس ما يمكنش ان هذا الشيء هذا خاص يتبناه فلان ولا فلان. ما يمكنش 7 مليون ديال التلاميذ ديالنا واقفين حيت خاص يتبناه فلان ولا فلان. حنا مستعدين لكلشي، كنقولها لكم الاقتراحات ديالكم كلشي موافق عليه، بس اللي ما يمكنش نقبلوا ان نخليو التلاميذ في الزنقه على ود كلمه. الاساس هو النظام الاساسي المقصر يدفعوا التجميد ديالو. هذو المؤسسات هذه يمكن يجي واحد يقول لي وتحبس، وكاين الالتزامات في الزمان ومبادئ واضحه. هذا الشيء هذا كنظن هذا اللي كنقولوا ليه المفتوح، هذا الشيء خاص يرجع لينا كامل القسم، حيت التلميذ المكان ديالو هو القسم. صحيح اللي عنده الامكانيات كيمشي للتعليم الخصوصي، ميمكنش واحد عنده الامكانيات التعليم الخصوصي وواحد يبقى راهن هذا الشيء هذا، مع العلم ان المدرسه العموميه نعاود نقولها لكم، المدرسه العموميه حنا مفتخرين بها، مفتخرين بالمديرين ديالنا وبالاساتذه ديالنا وبالاطر ديالنا، هما اللي قراونا، هما اللي كيقراو الجيل اللي جاي، وهما اللي غيبقاو. اذا الله يجزيكم بخير، بغينا باش هاد الميساج توصل للاباء هو هذا، ونحاولوا نفهموا مع بعضياتنا مع الاساتذه ديالنا مع الاطر ديالنا باش نرجعوا ونفتحوا باب النقاش. واش هاد التدنيه اللي كناش نديروها نفتحوا ونشوفوا الشارع هو كاين، يرجعوا ليه بغاو سميت الشوارع ما نبدلوهاش، مدير الاكاديميه هو هذا كاين. دونك الله يجزيكم بخير. وكاين الشق الثاني اللي هو جد مهم، هو كيفاش نرجعوا هذا الشيء ما يضيعش، ما نكرفصوش على وليداتنا.
وشحال ما تعطلنا الحل كيولي صعيب باش تلقى تعوض هذا الشيء. اذا ملي كدير واحد الخطوه ايجابيه من واحد الجهه خص خطوه ايجابيه من الجهه الاخرى. هادشي اللي كنطالبوا به. وقال لي قال الاخ عنده الحق، الناحيه النفسيه الثاني دابا هادو راه دراري صغار اللي ولف ما كيقراش لا صعيب ترجع ولف لك بعض العادات. نتوما الله ديالكم كيقرا ما يمكنش نعاودو، يعني غير شي واحد التاثير ديالو ماشي على المدرسه فقط، على المجتمع كامل. هذا الشيء هذا كيبغي واحد يتحلى. ما فاتناش درنا اضراب، هذا الاضراب هو نوع من التعبير، نوع من التعبير اطلقوا عليه. سمعت الحكومه قالت غنديروا هذه، ما تلقاش الحل نرجعوا نعاودوا القضيه. بس ما يمكنش نبقاو سادين، حنا نبقاو حتى 15 يناير. بخير، كنشكركم على هذا اللقاء، ونتمنى يكون لنا لقاء اخرى في مسائل احسن من هذه ان شاء الله. شكرا جزيلا. يلا زيد انا نمشيو فين تما ولا هنا؟ دير بحال